النهارده ضيفي العزيز واحد من الاسماء القديره البارزه في عالم زراعه وتجميل الاسنان، الاستاذ الدكتور محمود عمار. الاسم القدير، واحد من نجوم عالم. اهلا بيك. ازيك يا دكتور عمار؟ الحمد لله بخير والله. وحشني جدا. انت اكتر والله. انا عايز اقول ان الحاله اللي بتحتاج زراعه او تحتاج تجميل بتاتي الى مصر في سياحه علاجيه. الصوره ايه؟ في جزء يخصنا احنا كجزء نظامي، تمام، وفي جزء يخص المريض. الجزء اللي يخصنا لو هنتكلم على طب الاسنان على وجه الخصوص، فمستوى طب الاسنان في مصر على مستوى الدكاتره عدد وكفاءات وتجهيزات هو لا يرتقي بجد لاي دوله على مستوى العالم. مفيش حد ممكن يكون بيقدم خدمه احسن من اللي بتقدم في مصر، ولكن المريض بيقع في مشكلتين او بيوقع نفسه في مشكلتين. اول مشكله، المريض دايما ممكن يكون معيار الاختيار له هو التكلفه الاقل. المريض بطبيعه الحال بيبدا يقارن وبيسمع تفاوت كتير، وبيبقى متخيل ان كل ده ستاندر، يعني اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا، بس فرق السعر. وده مش لوجيك. يعني انا النهارده لما انا اكون في مجال ما، المجال ده فيه كومبيتيشن، اي مجال النهارده طبي او غير طبي هو فيه منافسه. مستحيل انا اكون بنافس حد بدبل او تريبل السعر واحنا الاثنين بنقدم نفس الحاجه. ده مش منطقي. ولو هنتكلم بمصداقيه اكتر، من الصعب ان يكون في خدمه طبيه قويه الشخص ده هيعملها مره واحده في حياته وتكون رخيصه. مش منطقي. بس اكيد ان هي تبقى ايه، يعني انسب قيمه مقابل سعر. مش شرط برضو ان احنا بنتكلم كده عشان الحاجه تكون ايه، غاليه. لا، الحاجه بتكون سعرها مقابل قيمتها ومقابل الاستدامه اللي هتعيش مع المريض. دي افضل حاجه له، بدل ما يعملها مره واثنين وثلاثه بسعر رخيص، لا يعملها مره واحده بسعر معقول. دي نقطه. لو النقطه الثانيه، المريض بيبقى جاي بتاع السياحه العلاجيه، اول حاجه مستعجل. في حالات ممكن نخلصها في يوم واثنين، اوكي. في حالات ممكن نخلصها في اسبوع. لكن في حالات، خصوصا الحالات اللي لو كان فيها شغل قبل كده، يعني المريض ده جاي بمشاكل حصلت عند دكتور سابق وجاي يصلحها، في التهابات، في الدنيا مبهدله، هو جاي اجازه اسبوع وعايز يخلص سنانه وايه ويرجع. في الحاله دي ما ينفعش المريض يمشي مع الدكتور اللي هيسمع كلامه. لازم المريض يمشي مع الدكتور اللي هيعمله الحاجه صح، حتى لو الحاجه ده هتستغرق شويه وقت. فعامل الاستعجال عند المريض بيكون اول سبب ان ممكن يحصل خلل في العلاجات الناتجه عن السياحه العلاجيه. فطيب المريض جاي ومستعجل ومفيش حل. معظم الشغل او 90% من الشغل ممكن يخلص في 7 ايام. بس لو اللثه متبهدله، في زراعه عظم، مش هينفع نركب دلوقتي في تفاصيل يطول شرحها، فالمريض ده ممكن يخلص 90% من الشغل ويمشي بتركيبات مؤقته شكلها حلو اشبه ما يكون بالطبيعي ويسافر. وبعد شهر 2 3 اسبوعين على حسب ما احنا بنحدد التايم بتاع التئام الوضع اللي قدامنا، يجي لنا 4 5 ايام تانيين عشان يخلص الوضع الايه النهائي. فاول نقطه، هو ما ينفعش يجي مستعجل، وما ينفعش الدكتور هو اللي يسمع كلام المريض. لازم في بعض المريض الحالات، لا الحاله لو ستريت فورورد، لو هتكلم عن نفسي يعني بشكل شخصي، لو انا اول حد هيلمس المريض ده الحاله هتخلص بسرعه. لكن لو في وضع محتاج ترميم، لا، الموضوع في الغالب هياخد وقت. فعامل الوقت بينتج عنه ان بدل ما المريض يسمع كلام الدكتور، احيانا الدكتور بيسمع كلام المريض.